تعليق حضرتك على هذا الموضوع. يعني الهيئات القضائية بالأمس فتحت النار على قرار رئيس الجمهورية في لهجة يعني تعتبر حادة نوعا ما في الخطاب والحديث مع رئيس الجمهورية. نعم أنا استمعت إلى بعض هذا الشطط وهذه الكلمات غير المسؤولة التي صدرت عن رئيس نادي القضاة وعن نقيب المحامين، مع الأسف في داخل نادي القضاة الذي لا يشرف القضاة باستقبال في ناديهم، ومع الأسف مع بعض رؤساء نوادي الأقاليم. أنا حقيقة أطالب بالحجر على هذا الرجل، الذي يدعى أحمد الزند. أنا بطالب بالحجر عليه، الذي لم يراعي أي مكانة لزملائه أولا ولا لأدب القضاء اللي واجب احترامهم. هذا الرجل الذي صبرنا عليه كثيرا، الذي يصطنع الأزمات ويفتعلها، كما افتعل من قبل أزمة مع المحامين وافتعل أزمة مع مجلس الشعب، ولم يراعي مكانة رئيس الجمهورية فيما يتحدث به معه. إن لم يحال هذا الرجل إلى التأديب ويأخذ مجلس القضاء الأعلى هذا الأمر بجد، وإن لم يأخذ وزير العدل، فأنا أطالب جميعهم بالتحقيق معه. هذا الرجل أنا أطالب القضاء جميعا بسحب الثقة من هذا الرجل ومن المجلس. طيب سيادة المستشار، يعني المستشار أحمد الزند ولا تعني أبدا الديمقراطية، أرجوك اسمعيني، لا تعني أبدا التدخل فيما لا يعنيه. انه بيتصادم الان، هذا الرجل يتصادم الان مع الدولة ويدخل نادي القضاء وهو نادي اجتماعي، نادي ليس له اي دور في الحياة السياسية. هو يحافظ على القضاء ويدافع عن القضاء وعن استقلال القضاء، لكن يأخذ القضاء جميعا وكل قضاة مصر ويصطدم بهم مع النظام السياسي في مصر. هذا كله هراء كلامه ومن معه، انما هو امعان في السياسة، اخلال بالواجبات الوطنية اولا وليس الواجبات الوظيفية، ويجب محاسبته ومن معه. لماذا لم نسمع له صوت حينما زورت الانتخابات في سنة 2005؟ لماذا لم نسمع له صوت ومن معه حينما قدمت قضايا قتل المتظاهرين دون أدلة؟ لماذا تضامن مع المستشار عبد المعز إبراهيم الذي تآمر على هذا الشعب وقام بتهريب الأمريكان في مخالفة صارخة للقانون؟ سيادة المستشار، بس سؤال. سيادة المستشار، يعني المستشار أحمد الزند بالأمس قال، المستشار أحمد الزند قال بالأمس أيضا إنه يعني أو اتهم رئيس الجمهورية بأنه حنث باليمين الذي حلف عليه باحترام الدستور والقانون وما إلى ذلك، وطالبه بأن يحلف اليمين مرة أخرى أمام قضاة مصر. جواز ذلك قانونيا وهذه التهمة يعني الحنث باليمين الرئاسية؟ هذا رجل بيهزي يا سيدتي، انا اطالب بالحجر عليه. هذا رجل يهزي، هذا الكلام الذي يقول كلاما غير مسؤول وصدر من انسان غير مسؤول، هذا لابد الان من فحص طبيا وعقليا ونفسيا. ده كلام لا يقال ابدا.